سوزان تميم ما دخلتش حياة هشام طلعت مصطفى صدفة عشان تقابل فصل جديد أو الأخير. تفاصيل حياتها مع هشام طلعت مصطفى. فزي ما قالت والدتها في التحقيقات إن اللي عرفهم على بعض هو الأمير وليد بن طلال لما حب يساعدها في إنها تتخلص من مشاكلها مع زوجها التاني عادل معتوق. بس الغريب إن الأمير ده اتقال اسمه في كتاب أسرار الكبار في مقتل سوزان تميم للكاتب أنيس الدغيدي لما قال إن الحفلة الخاصة اللي أحيتها سوزان تميم رغما عن أنف جوزها عادل معتوق كانت في الجناح الخاص بالأمير وليد بن طلال. لما طلب من عادل معتوق إنها تقيم حفلة خاصة عنده، فلما رفض عادل معتوق جابها الأمير بن طلال في طيارته الخاصة رغما عن أنف جوزها. ومن هنا بدأ فتيل المشاكل بينها وبين عادل معتوق. والسؤال اللي بيطرح نفسه بشدة، ازاي راجل بحجم ونفوذ ومكانة هشام طلعت مصطفى يطارد واحدة مش عاوزاه لحد ما يوصل للقتل؟ ولا يا ترى في الكواليس حاجة أكبر من مجرد حب من طرف واحد؟ وهنا يجي السؤال اللي يفتح الملف الأخطر، ليه اتقتلت سوزان تميم؟ ليش انقتلت سوزان؟ سؤال يعني فيني جاوبك عليه بكل اختصار. الحياة فيها حدود للخسارة وللربح. القضية اللي مش مجرد جريمة وناس تقيلة، اللي اتقال وقتها إنها كانت على علم بحاجات كتيرة، منها صفقات أراضي وأسامي كبيرة، أراضي حكومية اتوزعت بمساحات رهيبة بمبالغ زهيدة تكاد تكون ببلاش زي مدينتي مثلا. هذه القضية ستكشف كيف حصل هشام على أراضي مدينة فخمة، مدينة سكنية فخمة جدا في القاهرة الجديدة اسمها مدينتي، مساحتها 34 مليون متر مربع. يقال أنه حصل عليها تقريبا مجانا، ويقال أن سوزان كان عندها معلومات حساسة حول هذا الموضوع. طيب أليس كل هذا دليلا على أنه فعلا هذه القضية ستكشف ملفات فساد خطيرة في مصر؟ بس في سؤال تاني محدش ركز فيه، ليه القضية اتحكم فيها في مصر مع إن الجريمة حصلت في دبي؟ ليه الجناة ما تسلموش للإمارات؟ مين كان مصر إن الملف يتقفل هنا مش هناك؟ هل سوزان كانت عارفة أكتر من اللازم؟ ولا الحكاية بس إنها قررت تقول لأ؟ التمن اللي دفعته كان تمن حريتها ولا سكوتها؟ القضية اتقفلت على الورق، لكن لسه الحقيقة ما اتقفلتش.